يعني وصلتوا ليه؟ هارلي لسه ما جاش. ما تقلقش، هارلي هيوصل في ميعاده. نفذوا. مين؟ I was tired yesterday, so I slept here. Who are you? Jenny, yesterday I came with Rami. اوكي افتكرت. بصتي؟ Do you like it؟ I love it. طب الحمد لله. في حركة غريبة في الدور الرابع وأنا طالع. هارلي ده هيلا موصلاتي. احنا نتعب ونشقى ونخاطر بحياتنا ونجيب الخير كله والبص يديله اكتر مننا. هارلي بيقول ان الامن جاي على هنا. عرفت ليه بياخد اكتر مننا؟ يلا بسرعه. اقف عندك انت وهو، في 2 حراميه في الرابع، تعالوا بسرعه. يا زميلي خليهم 3 حراميه. اي مكنه في مصر تقول لك هارلي 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 هارلي. مساء الألماس على أبو مخ ألماس. كنت عارف انها مش هتخلص غير بيك. ناقصين 4 حبات. عد تاني. أصلهم 133 حباية واللي في إيدي دول 129، يبقوا ناقصين 4 حبايات. راجع معلوماتك كويس عشان ما يترجعش ورايا.
واحنا نعرف منين ان هم كده عددهم تمام؟ انا قلت لك تمام يعني تمام. وانا بقول لك انك حرامي. مش هارلي قال لك تمام؟ يبقى تمام. دول 250,000. اللي جوه الشنطة 200 والشنطة ب50. طب انا اعمل ايه بالشنطه؟ بيعها. ماشي. توكل على الله يا هارلي. هشوفك قريب. مش سالك. هارلي 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 هارلي. اوكي. يا عم انت عايز مني ايه؟ مش كفايه جريني قدام صحابي وخليتني عيل قدامك؟ عشان عيل وهتفضل عمرك كله عيل طول ما انت مش عارف مصلحتك. بعدين من صحابك دول 5 مسجلين انا ساحبك من وسطهم. صاحب ساحل. السكه دي اخرها موت. طب ما كلها اخرها موت. خليك انت بس براها، انا معندل دنيتي كويس قوي ما تقلقش. اسمها مدمر دنيتي كويس. وصلت في ليفل الضرب لفين انا؟ قول لي. فيها هارلي انت هتفتشني؟ فتشك. ما فتشكش ليه؟ ايه ده يابا؟ ايه ده؟ قسما بالله ما تمسك جنيه تاني وهنبه على ابوك بنفسي. لولا وصية امك قسما بالله كنت شقتك نصين يا نوح دلوقتي. انا عارف اخليك تبطل ازاي. يا عم وانت مالك بيا؟ انت هتذلني بفلوسك يا هارلي، مش عايزها. وانت عارف يا هارلي انا اول ضربه ليها كانت من ايه؟ كانت من جيبك. انت خد كبير بقى قدوتي. حبيت الموتوسيكلات عشان انت بتحبها. ودوست في المخدرات اللي انت دايس فيها من زمان. فرجاي بقى عايز تتخانق روح اتخانق مع نفسك. رجاء عايزني انا ابطل؟ بطلها انت الاول طيب. من فلوس يا نوح. لما تعرف تعمل قرش زي ما اعمل اللي انت عايزه. I missed you. النهارده ايه؟ هنروح ساموراي ميميز يلا. رايت. استنيني. Six months. Too much. Take care of the bunny. Okay.
باي هارلي. باي باي. ده اسمه ايه الارنب بتاعك؟ هارلي عشان سريع زيك. هيبقى كويس يا بابا، حتى لو هسفره بره مصر. تسفر اخوك بالفلوس الحرام يا علي؟ لا الغني. لا لا ما احبش اشوفك كده، امسك نفسك امال. جبت فلوس العملية؟ مش لما تخلص شغلك الأول؟ ولا هي العملية بتاعته أهم من العملية بتاعتي؟ أخويا لو ما عملش العملية هيموت، وأنا معيش فلوس. لا معاك يا هارلي. 4 مليون ليا عندك. بتوع إيه دول؟ بتوع الألمظات اللي أنت ضربتهم. أنا حرامي يا هارلي وبزعل قوي لما حد يسرقني، لكن لما أنت تسرقني على قلبي زي العسل، عشان كده اعتبرتهم سلفة. لو هنتحاسب يبقى أنا اللي ليا عندك وكتير يا ياسين. أي حد عارف مكان حاجة غالية ممكن تتسرق ويدل عليها زي بيت الخلق. إنما الدكر يا ياسين واللي ليه لازمة واللي يخلص وينفذ يعني هارلي، مش اللي يدل. ولو هنتكلم في حساب يبقى كل عملية عملتها لك آخرهم العملية اللي واخد فيها 100 مليون جنيه ورامي لي 250,000. مقامك إنك تاخد عليها أجرة دلال. ولما أنت شاطر كده واقف قدامي وبتتذلل وعاوزني أسلفك فلوس، وأنا مش هسلفك، يعني مش هتعرف تعمل حاجة لأخوك وهيموت. ولا أنا بتذلل ولا بشحت، أنا بطلب حق يا ياسين. صدق الله العظيم. شد حيلك في المقال الله.
ابني راح يا حبيبي يا نور. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا وقال الله هارلي في سبيل الله وفي مكان احسن يا صاحبي. معلش يا عزيز. وقال الله قلت له على جثتي اجيب لك يا نوح موتوسيكل، رحت اشتريته له من ورايا. قلت لك اخوك حاله مش عاجبني، قلت له سيبهولي يا حاج. ما ارتحتش الا لما وصلته لتربته بايديك. ليه دلوقتي تاخد عذاب؟ لو ما مشيتش من وشي دلوقتي اقسم بالله العظيم اسيب العذاب وامشي. ابعد عني، ما تلمسنيش، قول من وشي، موت اخوك جاي تعزي منك لله. لسانك ما جيش على لساني والدين، انت فاهم ولا لا؟ انا كان عندي عينين ماتوا يا هارلي. حسبي الله. قلت لك عايزك تبطل، قلت لي بطلها انت الاول. النهارده انا خلصت فترة التعافي. كان نفسي تعرف ان اخوك راجل وعنده اراده، استحق ان ابقى قدوتك. كنتش عارف انك باصص لي، كنت فاكر ان انا باذي نفسي بس، كنتش عارف اني باذيك معايا. والله لو عارف انك كنت شايفني مثل اعلى عمري ما كنت هقرب لها. كان زماني بكرهها زي ما انا بكرهها دلوقتي. بكرهها لانها خسرتني اغلى حد عندي. خسرتني اخويا وحبيبي وصاحبي. مساء الفرق على ابو ست غيار. مساء قمر. ليه ما كلمتنيش ليه قبل ما تيجي؟ اكلمك ازاي وانت رقمك بيتغير كل اسبوع؟ انا جيت لك علشان انت وحشتني وقلت اخد رقمك الجديد. ماشي. مرشدين قفل البوابات وشد المتاريس عشان اديها رقمي الجديد. 01 كمان 1 ايوه كمان 1 كل دي وحيد. كمان 1 اخر 1. خدي بس راح فين عبير؟ داخل الهرل. لا قال لي طول ما هو بيصين وبيلاقي ما حدش يخش عليه. بس عبير مش حد. ما هو قال لي حتى عبير.
عشان بس ما نقطعش عليه حبل افكار. قول اللي انا جيت. صحيح ما تنساش. ماشي بكره روح انت بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. افتحوا الباب. اللي عاجبني فيك انك بتحب شغلك. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. طب عدي عدي. يا ما نفسي تاخد بالك من شغلنا بقى. سنة كاملة بتجيلي كل شهر، ما يئستش. عايزين نقطع العادة الشهرية دي بقى. خلاص هنقطعها، وعد. بس هي العملية دي عشان ما عنديش حد غيرك يعملها. وانا اقولها لك للمرة المليون، انا مش هرجع للحرام تاني. اخويا مات بسبب الحرام. يعني الحلال هو اللي هيرجعه لك؟ باي هارلي. باي. تحاولش تقنعني وما توسوسليش. بقول لك مفيش حد غيرك يعمل العملية دي. انت قدامك حل من اتنين، يا اما تعمل العملية دي يا اما تعملها. انا فاهمك، والتهديد اللي من النوع ده بيجيب معاه نتيجة عكسية على فكرة. انا ما بهددش يا هارلي. قدامك يومين وتجيلي. ده انت الشغل معاك يعلم الصبر يا راجل. المكنة الجامدة دي يا هاني. يلا كده جاهزين. بقول لك ايه يا هاشم، اي بنت تبعت لك ريكوست على اللايف ما تقبلوش احسن ودينا شوحك. حاضر يا دنيا. اللهم ارزقنا الترند. زي ما حضراتكم عارفين ان انا بحب احط التاتش بتاعي. النهارده هنجيب نص معلقه سكر على بصلايه تكون متحروقه شويه ونقلبها بالراحه قوي. ليه يا دنيا الواحد بيقرب من ناس بيعة. يا اهلا يا اهلا. تعبت نفسك ليه يا حبيبي؟ انا كل مره بقول لك ما تجيبش حاجه. ست ده ولا حاجة. امال ابويا فين؟ الواد مصطفى عامل ايه؟ وطي صوتك لحسن ابوك على اللايف الفولورز يسمعوك. طلع ابويا على اللايف بالبوكسر؟ لا طبعا، وبعدين ده ما اسموش بوكسر، ده شورت البحر. ثانيا انا مش عبيطه، انا مصوراه لونج شوت مش ميديم. والله العظيم انت عسل يا براتب. سيبي عشرتك بابويا، قصتك بقت شبه طبق العسل الاسود ابو طحين. مساء الترند يا حاج. ده السلام بتاع ربنا. اتصلتش ليه قبل ما تيجي؟ بيتصل ليه وانا بحجز خيط افراح. ده بيت ابويا يجي في الوقت اللي انا عايزه. طبعا تنور، ده بيتك ومطرحك. طب اجي اعمل لي كوبايه شاي. تشرب ايه يا هارلي؟ لا كتر خيرك يا مرات ابويا، انا كنت جاي اطمن عليكم بس وماشي على طول. سلمي لي على مصطفى. لا والله ما انت ماشي، ده انت هتتغدى معانا وهي فرصه عشان تدي للواد مصطفى كلمتين في جنابه. وبعدين ما اقولكش النهارده ابوك عامل اسكالوب بانيه خلطته ايه عجب، كلها كركم. ما خلاص يا دنيا كفايه رغي، في ايه؟ اجري اعمل لي كوبايه شاي، دماغي بتون. الله. دي حاجه بسيطه يا حاج تساعد في الغلا ده. خليهم في جيبك. طب بص عليهم يمكن تغير رايك. مش هبص على حاجه، حطهم في جيبك بقول لك. جرى ايه يا هاشم؟ حرام عليك تكسف ابنك والنعمه دي حتى تزول من وشنا. مش عارف انت محرم فلوسي عليك ليه يا حاج؟ وانت بتقبض من اليوتيوب، ولا فلوسي اللي حرام وفلوس اليوتيوب حلال؟ ايوه فلوسك حرام. ما تخلينيش افتح في الماضي. للمره المليون بحلف لك يا حاج والله العظيم ما في قرش حرام بيدخل عليا. وفلوسي كلها من عرق جبيني. بحلف لك من يوم موت نوح. هذا الحرام يحلف. كل ما اجيلك تسم بدني وتهزقني. انت راجل تعرف كتاب ربنا وعارف ان كل اجل كتاب، وده عمر نوح. ما انا عشان عارف كتاب ربنا عارف ان فلوسك الحرام دي هي سبب الخراب اللي احنا فيه لغايه دلوقتي. والله العظيم ما حرام، فلوسي كلها من الموتوسيكلات. واللي انت شايفه يا حاج
ما تبقاش تتعب نفسك بالمشوار بتاع كل اسبوعين ده. بيقولوا زوروني كل سنه مره. زورك كل سنه. كتر خيرك. محمد استنى يا محمد استنى بس يا محمد، والنبي ما تزعل نفسك ولا تزعل من ابوك. صحيح لسانه عامل زي المخرطه بس قلبه ابيض. مش عايز انا ازعل؟ يبقى تمسكي دول. لا انا مش هينفع اخدهم، احسن ابوك لو عرف ممكن يرمي عليا اليمين بعد الشر. طب هاتيه. هما ايه دول؟ فلوس اللي حطيتها في القفص الصدري دلوقتي. ما هو اللي بيدخل قفص دنيا ما بيخرجش تاني ابدا. ماشي. خلي بالك منه وخلي بالك من نفسك. انت كمان خلي بالك من نفسك. وقتي حاجات حلوه لمصطفى. حاضر من عينيا. سلمي لي عليه. الله يسلمك. ايه؟ ما انت عارف ان هنا ما طلعتش تسلم عليا ليه؟ يا عم فكك، انا ماليش خلق لخناك انت وابوك. ماشي يا فكاني. عايز اعرف مزاعل امك في ايه؟ يا معلم عايزاني اقعد قدامها زي البنات ليل نهار، وانت عارف ان البيت ما بيتقعدش فيه، فبروح اذاكر عند اصحابي. ما دام مذاكره يبقى عندك حق. الواحد لازم باله يبقى مرتاح عشان يذاكر، مش كفايه انه بيذاكر. سمعني قائمه الممنوعات. لا رهانات ولا سجاير ولا ها؟ لا مش فاكر. ولا النسوان قبل الثانويه العامه. تنسى قائمه ممنوعاتي؟ قوم. تدخل هندسه زيي اجيب لك احسن من ده. عينيا. تسلم. سلام يا هارلي. اوبا يا هارلي. وحشني يا تيم. انت كمان. اخبارك ايه؟ والله تمام. جاي مع مين؟ رامي. رامي ده ملك الحسوكه، من يوم ما جاب الفيراري الاف 8 وهو حاططها على الرصيف وماشي يحنتف في كل حاجه. طب ايه رايك بقى ان هو جاي بيها دلوقتي؟ يبقى مش هتلحق الحفله. يا رجال حمدي حبيبي وحشني جدا. احنا نقضيها حمدي حول العالم بقى، مش هنكلنا في بلدنا شويه. انت عارف الصفه دي 7 فوائد. مش كانوا 9؟ مشيها 7. حفله مين دي صحيح؟ انا من امتى هنعرف دي حفله مين؟ حفله مين دي يا تاني؟ دي حفله جالي عليها انفيتيشن ولوكيشن متوقعت، واكيد فيها شويه مواتير ولا كلمه. واحنا اللي عايزين المواتير. ادخلوا استنى. يلا بينا شوف. بس لو استنيت رامي مش هتلحق ولا موتور. وانا ما بيعش صاحبي يا صاحبي. طلقه في راسك، طلقه تحت باطك. انا الجلاد يا عماد، انا الجلاد يلا. انت بتهزر يا عم، خدني بالحضن يا عم، ما تبقاش كده يا جدع. طالعين مع بعض، استناك ساعه الا ربع. ما اعمل لك ايه يعني؟ انت معاك مكنه وانا معايا عربيه، فرجت مني في الشارع ما عرفتش اجيبك، ما انت هارلي، اعمل ايه؟ المشكله في العربيه مش في السلحفه اللي سايق العربيه. انا سلحفه هارلي؟ لا مش سلحفه، انت بطريق. مش عارف انا جيت معاك ليه اساسا يا جدع عشان نتبسط، مش انا دايما باجي معاك اماكن. تعالى بقى معايا شويه، تعالى بس. اقول لك ايه، الحفله هنا فيها نسوان عايزه هارلي. حفلة مين دي؟ حفلة واحدة اسمها أسيل، تبقى صاحبة صحابي. عيد ميلادها يعني؟ بقول لك إيه؟ دي عاملة الحفلة دي مخصوص عشان هي فسخت خطوبتها. يعني لو فكرت أجيب لها هدية أجيب لها إيه؟ أجيب لها عريس وأنا جاي. تافهة سهيل. أسيل يا هارلي. أسيل.
حبيبي ما تطلعش معانا على الطريق ليه يا راجل؟ حبيبي يا عم كله بيسأل عليك. والله كلكم وحشاني قوي. وانت والله. هاي. ده هارلي احسن واحد بيركب بايك شفته في حياتي. واو، ما تيجي نعمل كده مع بعض؟ يلا نعمل كده مع بعض، بس نعمل ايه؟ نركب يعني مع بعض. نركب؟ ايوه. ايه نركب دي يعني ايه؟ ايوه نركب البايك ونروح السخنه. السخنه، والله وحشتنا ايام السخنه. بروميس؟ بروميس. اول ما افكر اركب انت اول واحده اكلمها. ثانك يو. هارلي هي دي أسيل. ميرسي قوي يا جماعه ان انتوا جيتوا النهارده تحتفلوا معايا ان انا سبت الحلوف ده. وبجد شكرا ان انتوا ساعدتوني ان اخد القرار وافسخ خطوبتي على الحيوان ده. انتوا مش متخيلين انا دلوقتي مبسوطه قد ايه ان انا ما بقتش مع الجاموسه ده. شتمتين وتبقى خلصت كل الشتايم اللي انا اعرفها. باكس، والشتيمه الثانيه مش هينفع اقولها عشان صاحبه عماد وقت. ودلوقتي زي ما فرقعت الحمار ده هفرقع الازازه دي. الكومبيتيشن دي صايعه جدا، كل واحد ليه طلقتين، واللي هيجيبها في نص راس الجزمه ده بالظبط هياخد ال $10,000 دول. انا اللي هبدا اكيد لان انا اللي كنت مخطوبه للجحش ده. ده حولة انا يا رامي. الطلقه جت في الويتر في الحته، مش هينفع اقولها عشان صاحبه عماد وقت. هارلي في جتني عينه في الرمش الرابع وانت جاي من ودنه الشمال. نفس. برافو. الهديه انت كسبت. انا نسيت اجيب لك هديه وانا جاي، فاعتبريهم هديتك. اوكي ده تنك يعني. حلو هنبقى اصحاب. اول حاجه ثانك يو على الهديه، والتاني حاجه ثانك يو انك جبت الطلقه في عين البقره ده. تالت حاجه هاي اسيب. هارلي بتعمل ايه في الحفله بتاعتي يا هارلي؟ انا كنت ما اعرفش انها حفلتك، يعني كنت فاكر انها حفله رامي صاحبي هو اللي جايبني. رامي مين؟ رامي. هاي. هاي. ازيك؟ كويسه. وانتوا ما تعرفوش بعض؟ انا صاحب هدى وندى وكده، وكنت جاي الحفله لوحدي، فصراحه عزمت هارلي. مش سينك عزمت هارلي لانه جاب الطلقه في عين خطيبي بالظبط. وبعدين انت نسيتي تشتميه، فممكن تقولي خطيب الخنزير لانك قلت كلب حمار. والله العظيم لو كنت استنيت ثانيه بس كنت لسه هقول الزباله. وعلى فكره انا كمان ممكن اجيبها في عينيه عادي يعني. انا ركزت جدا مع التكنيك بتاعه. اتفضلي. سامحني يا صاحبي، اكل العيش مر. انت خرمت كتف الولد اللي واقف. ما كانش قصدي. هو انت عملتها ازاي؟ بسيطة جدا، تكنيك زي ما انت بتقولي. انت بتقفلي في وشي يا اسيل؟ وعامله لي حفله وبتشرديني مصر كلها فيها؟ الله، ايه الحلاوه دي؟ هو انا قفلت في وشك بس؟ ده انا قفلت في وشك، فسخت الخطوبه، وبعت لك مسج هزقتك فيها، وشتمتك بباباك ومامتك، وعملت ستوري وانا بدي الدبله بتاعتك لشحاته في الشارع، وعملت ستوري تانية وانا بتف عليك. بص انا هزقتك قوي بصراحه، ودي حاجه بقى مخلياني مبسوطه جدا من نفسي، وبقول لنفسي شابو يا اسيل. اتفضل بقى لم الحلاليف اللي معاك دول واطلع بره بدل ما اضربك بالبندقيه دي في دماغك. شايف الطلقه اللي في عينيك دي؟ انا اللي جايباها، وعلى فكره جبتها من اول مره. وانا شاهد. الطلقه اللي في نين عينك اليمين
هي لسه ضربها دلوقتي. معلش يا صاحبي. لا برافو حبيبتي. فانت بقى عامله حفله وجايبه فيها اصحابك اللي هم ما لهمش لازمه اصلا، اللي نصهم بنات شمال والباقي ما فيهمش راجل واحد. ولا المكان ده كله رجاله الا واحد. مين الاخ؟ هارلي يا اسطى. والمكان ده كله رجاله الا واحد. حصل. مين الواحد بقى؟ انت. حظك الحلو ان احنا في حفله خلاص، وانا مش عايز انكد على الناس. عيل بكس. هارلي بقى خلاص بقى خلاص يا ابني انت مفيش سهره معاك وتعدي على خير. ما انت دايما بتكسب يا صاحبي، ايه المشكله؟ اكسب ايه واخسر ايه؟ مش كفايه جايب لي حفله ما اعرفش صاحبتها مين. ضيعت مننا المواتير. لا خلاص انا عايزك يا شباب كلهم يلعبوا مزيكا يا عماد. روح يا حبيبي يا حبيبي tu es tombé comme la pluie. T'as déboulé dans... هارلي انت مين؟ بقولك انت مين؟ يعني مثلا انا اسيل متخرجه من ماسكوم اي سي، ما بشتغلش، ما بعملش حاجه مفيده قوي في حياتي يعني، غير ان انا بسهر وبشرب كده يعني. انت مين بقى؟ انا هارلي، مهندس ميكانيكا وشغال في الموتوسيكلات. بتصلح موتوسيكلات؟ مش ميكانيكي، مهندس، يعني بطور موتوسيكلات، بحدث. انا اللي صانع الموتوسيكل ده، هاند ميد كله. خساره، بس كان عندي موتوسيكل بايظ وكنت عايز اصلحه. انا بصلح موتوسيكلات برضه، يعني مهندس ميكانيكا يعني ميكانيكي يعني مهندس موتوسيكلات. اقدر اصلح لك الموتوسيكل بتاعك لو عايز. ايه النكست ستيب؟ يعني المفروض تقول لي هاتي رقمك، تديني رقمك عشان تشوف هتيجي تصلحه امتى. والله خدتها من على طرف لساني. هاتي رقمك عشان اجي اصلح لك الموتوسيكل. رنيت لنفسي وهبعت لك اللوكيشن. اوكي؟ اخري 77. هستناك بكره الساعه 10. ها؟ Give me whiskey, I'm gonna drink it. Break my heart, I'm gonna sink it. You double dare me, I'll always take it. Ask me to dance, I'll sure enough shake it. If you think I'm teasing, well, I'd hardly know. صباح القشطة. جود مورنينج. جود مورنينج. تلمس أسيل هارليز هير. أنا ساسيل لسه نايمة. بس هي مدياني ميعاد الساعة 10. أكيد الساعة 10 بالليل. أنا ساسيل ما بصحاش بدري أبدا. بعد إذنك قولي لها هارلي وصل. اتفضل أصحيح حضرتك. ثانك يو. اتفضل. What? اتفضل. Where are you going? I'm going to wake up Miss Cecile In bedroom? in bedroom. Okay, thank you. I love bedroom so much. انت بتصحيني ليه دلوقتي يا حيوان انت؟ هارلي ايه وبتاع ايه؟ انا ما اعرفش حد اسمه هارلي. انا عايزه انام. هي قالت هارلي؟ هارلي هسيبك اللي تستهلك. هارلي سمعتك بودني وانت بتقولي لها هارلي ايه وبتاع ايه. استنى بس.
هو ده الهانج اوفر حرفيا. امبارح لما تبقى مقربعه ازازتين تكيله لازم تصحي منيله ب 60 نيله. هانج اوفر ايه؟ انا عمري ما بيجي لي هانج اوفر. وبعدين دي اول مره في حياتي اقع من على السلم. اول مره تقع من على السلم؟ ايوه. اول مره تقعي فوق. ايه ده؟ اول مره اقع من على السلم اكيد. وبعدين سوري على الكلام اللي انت سمعته، ما كانش قصدي. لا حصل خير، انا نسيت. امال فين البايك؟ ولا كنت بتتلككي عشان تجيبيني تاني؟ وانا اتلكك ليه بقى ان شاء الله؟ انا يا دوب امبارح قلت اني عندي بايك بايظه وانت اللي ما صدقت وقلت انك عايز تيجي تصلحها. طب ما يمكن انت اللي بتتلكك. واتلكك ليه؟ ما اعرفش. لا عايز هاجي على طول، انا هتلكك ببايك يعني. فين هو؟ شفت بقى ان انا مش بتلكك؟ هارلي سبورترز. انت راكبه هارلي سبورترز؟ امال انت فاكر ايه؟ طلعت ركيبه هارلي. تعرف ان مفيش غير 80 حته من البايك ده في مصر؟ منهم حته كنت جايبها لواحد صاحبي. لا هو الصراحه انا مش ركيبه ولا حاجه. هو كان جاي لي هديه برضه. تعرفي صاحبي منين؟ ايه ده يا صاحبك؟ مين اللي اعرفه؟ ده بابي كان جايبه لي هديه. بقول لك ايه؟ تفطر؟ والله يبقى كتر خيرك. يلا نفطر. يلا ايه؟ على ما تبص على البايك وصوت حضر الفطار اكون انا غيرت هدومي عشان شكلي مش لذيذ خالص. اوعي تتكحولي تاني. تخافش. كنت خدتني بايدك فطار، بايك هيطير. وهارلي ده نيك نيم صح؟ لا مش نيك، ريل. ابويا وامي قالوا لو خلفنا ولد هنسميها هارلي، ولو جبنا بنت هنسميها فيسبا. طبعا نيك نيم. اسمي الحقيقي محمد هاشم. محمد هاشم. اسمك حلو على فكره. وانت جسمك حلو. نعم؟ اسمك حلو. ايه سمعتيها ايه؟ اسمك حلو، أسيل، ومعناه حلو فشخ على فكره. انت تعرف معناه؟ طبعا. طب قول. أسيل يعني صوت قطرات الندى فوق ورق زهرة البنفسج وقت الغروب في الشتاء. ايه ده؟ اي كلام ده، لا غلط. أسيل دي يعني الرقة والنعومة والجمال. وصوت قطرات الندى فوق زهرة ورق البنفسج وقت الغروب في الشتاء ده مش رقة وجمال ونعومة؟ فكرة اسم على مسمى. ميرسي. طيب قولي عملت ايه في البايك؟ صلحتها بقى ولا لا؟ أصلا كانت مشكلة عبيطة، مش بايظ ولا حاجة. مش عارف انت قلت لي بايظ ليه؟ بجد؟ يلا جربها. لا اجرب ايه؟ ما بعرفش اسوق اصلا. ما تعرفيش تسوقي ايه؟ ما بعرفش اسوق. وعايزة تصلحي لي وانت ما بتعرفيش تسوقي؟ عشان لازم يبقى متصلح. غريبة جدا. طب بقول لك ايه؟ تعلمني اسوق. هعلمك، بس مش هعلمك على ده. انزلي، ما يرضيش ربنا. طبعا هجيب لك مكنه صيني التعليم عليها، خفيفه عليكي، ولو دخلت في شجره ما نزعلش عليها. اوكي. كلم الواد مرشدير يجيب لنا مكنه. لا مرشدير، بعت لك لوكيشن تبعت لي ازبل مكنه عندك، ها؟ واعمل حسابك ان ممكن ما ترجعش تاني. ازبل مكنه؟ ده سين بيني وبينه. ازبل مكنه يعني اجمد مكنه. الاولاني تحت وبقيه الغيارات لفوق. بقى الاولاني تقرصي دبرياج خالص، خليكي قرصه اهو. تمام، وتسيبي بنزين واحده واحده، وتبداي ايه تسيبي دبرياج واحده واحده سنه سنه. تمام. بعد كده استنى، انت رايح فين؟ تمام. دي الفرامل الامامي، دي الفرامل الخلفي. حط رجلك عليها. اوكي ماشي. معلش مكنه شقيانه كده. انت عرفت الاساسيات. تعالي نواجه الاسفلت. بقول لك احنا هنواجه الاسفلت بدي؟
يعني ايه؟ انا قايل العمليه دي بتاعتي، مالكش دعوه بهارلي. انا اعرف ازاي اخليه يعمل العمليه. انا عايزك تجيب لي قرار الواد اللي اسمه هارلي ده النهارده، وتعرفه كويس قوي مين يبقى كريم الحناوي. يخرب بيت اللزاجه، شايفه لزجه ازاي؟ بقول لك ايه، في فيلم حلو قوي عن الموتوسيكلات في السينما، ما تيجي نشوفه؟ شفته مرتين. انت ليه حسيت ان انا برمي نفسي عليك؟ انت اللي كنت بتجري ورايا قبل كده ولا نسيت؟ كنت بجري وراك عشان كان ليا عندك 2400 جنيه انت اللي ناسيه. بعدين الحمد لله تبت عن كل حاجه، حتى نتفليكس لغيت اشتراكه عشان الافلام الانقط. للدرجه دي؟ نسيت تعلمني ازاي اوقفها يا هارلي. انا فشخت البشريه اللي انا علمتك السواقه. في حد يعمل كده؟ طمنيني، المكنه بخير؟ المكنه؟ مين دي هارلي؟ ده عميل عاديه، البايك بتاعها بيوجعه. انت مش قلت لي انك تبت؟ ايه؟ مش كنت قلت لي انك تبت؟ ان شاء الله يا فندم البايك بتاع حضرتك هيوصل في ميعاده ان شاء الله، يومين بالكتير مع مرشدير، ويا رب نكون عند حسن الظن. احنا هنبعتهولك، يعني مفيش داعي ان انت تيجي عشان احنا خارجين النهارده. كده هو من غير محرم؟ طمني يا اخت عبير، هيكون معانا مرشدير محرم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومبروك البندانه. ربنا يتوب عليك يا رب ويحفظك. ما تنسيش دعاء الركوب. طب ايه هنخرج نروح فين؟ وراك ايه النهارده؟ النهارده اجازه رسميه في الكره الارضيه. ليه بقى؟ عيد ميلادي. عيد ميلادك النهارده؟ طب تعالى نخرج نحتفل. العيال الصياع صحابي عاملين لي حفله في البيت كده حلوه. طب انا معزومه بقى ولا ايه؟ طبعا، امال ايه؟ بس هتيجي كده من غير هديه؟ هارلي ان انا احضر عيد ميلادك اصلا دي اكبر هديه بالنسبه لك. يخرب بيت التواضع بتاعك. طب انا هدخل اغير هدومي على طول ولا ايه؟ اوكي استنى. مش ما تبصيش بقى عشان الباب ما بيقفلش. انا عرفت اهميتي عندك لما غيرت هدومك علشان عيد ميلادي. ايه حبيبي. هابي بيرثداي هارلي. هارلي هابي بيرثداي. هو ده بيتك؟ ايه رايك؟ بيتك ازاي يعني؟ ده مستحيل يبقى بيت واحد بيصلح موتوسيكلات. لو انا قبل ما اصلح موتوسيكلات كنت بشتغل في تصدير واستيراد الموتوسيكلات. بيني وبينك كل فلوسي حطيتها في البيت ده، بنيت طوبه طوبه. ربنا يرزقني بقى باللي تونسني فيه. ايه ايوه هارلي هابي بيرثداي حبيبي. هارلي هابي بيرثداي حبيبي. هارلي كل سنه وانت طيب يا حبيبي. شيل الزول المصاريف دي كلها. كانت حاجه على الضيق كده صراحه هارلي، بس انا جبت لك الاصفر منه والاحمر منه. صاحب المنهج. ايه الاصفر منه والاحمر منه دي؟ درينكات درينكس. جايز listen up. Let's all together say happy birthday Harley. Let's get that music. استنى، اتمنى امنيه قبل ما تطفي الشمس. تمنيت. استنى، تمنيت ايه؟ ممكن ما اعملش عيد ميلاد في حياتي الا وانت جنبي. اسمع مني يا بص، لو عايز هارلي يشتغل تاني يبقى لازم يخاف. سيب لنا الموضوع ده. اكرم بيه بيقول لك هابي فالنتاين داي.
قفلوني وقوموني وبكعب الطبنجة عوروني. بعت لك رجالته هارلي ياسين صح؟ لا مش ياسين. هم اللي عملوا فيك كده صح؟ ياد مش ياسين. هو اللي عمل كده في ايده؟ مش ياسين. ده شغل ياسين والله. يا ابني مش ياسين. الواد اللي ضربني بكعب الطبنجة قال لي اكرم بيقول لك هابي فالنتاين داي. اكرم ده مع ياسين؟ اكرم ده كان خطيب اسيل. ياسين دي مع ياسين؟ اسيل ولا تعرف ياسين؟ اقسم بالله ده شغل ياسين ده. المره الجايه هرفع لك في قورتك لا اما ادالك في صدرك هيصفيك. ده ما بياكلش معاه حوار القتل. قلت لك من زمان السكه دي اخرتها سواد السواد. ما انت عملت قرشين وعملت بيت على الرايق خلاص بقى. انت مستني ياسين يصفيك. يا رامي الواد اللي اسمه اكرم اللي انا ضربته في الحفله بتاعت اسيل الاقيه فين؟ كمان ايه؟ انت لسه ماشي على رجلك؟ انت بتنشط ولا ايه؟ بنشط ببنزين وبطفي نار. بتشبح. على فكرة أنا مش مسترجلك، قول لي ليه؟ عشان رجالتك خوفت الأرنب بتاعي. ايه؟ خوف الأرنب بتاعك؟ انت ازاي تخوف الأرنب بتاعه؟ أرنبنا في منور أنور. وأرنب أنور في منورنا. انت تمام ولا ايه؟ انا كلمتك كذا مره مش بترد. على فكره انا مش بكلمك اطمن عليك، يعني انا بكلمك عشان اطمن على البايك بتاعتي. وبعدين انا مش خايفه عليك، انا خايفه على البايك بتاعتي. فلو سمحت اول ما تسمع الفويس نوت بتاعتي كلمني ضروري لاني عايزه اطمن عليها. والله البايك زي الفل. طبعا مبسوط ومش مصدق نفسك وعمال تلفلف بيها صح؟ عايز اقول لك هموت من الفرحة ان انا راكب البايك بتاعي. هارلي هو انت عمرك حبيت؟ اكيد حبيت، مش بني ادم. طيب اخر واحده حبيتها سبتوا بعض من قد ايه؟ من ساعتين. بس بيني وبينك عمري ما قطعت نفسي على واحدة. اللي هو ما بنامش واسهر الليل وعيط. ما حصلش. فبحس ان اللي انا عملته حاجة شبه الحب انما مش حب. طيب ما عندكش استعداد بقى ان انت تحب وتتقطع عشان حد؟ أسيل عايز اعرف انت عايزة مني ايه؟ عايزاك تحبني وتتقطع عشاني المره دي. اعتبريني بقطع نفسي علشانك من دلوقتي. كلميني فيس تايم فيديو وشوفيني وانا بنزل تحت مقطور علشانك. هو انت بتاخدني على قد عقلي؟ لا طبعا يا حبيبتي اخدك على قد عقلك ليه؟ ده انت العقل كله انا عرفت اعقل منك يا أسيل. هو انت مبسوط؟ مبسوط. اصل انا بقالي كام يوم كده مبسوطه بس مش عارفه مبسوطه ليه. انا عارف انت مبسوطه ليه وانت عارفه انت مبسوطه ليه. عشان انت بقيت موجود في حياتي. وانا كمان مبسوط علشان انت بقيتي في حياتي. يا بنتي. الو. الو. أسيل. الو. أسيل. طمنا يا دكتور. خير ان شاء الله.
هارلي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك انت. ايه اللي في وشك ده؟ كنت بعمل عملية تجميل والحمد لله فشلت. هو ايه اللي حصل؟ انا جيت هنا ازاي؟ طمن عليك وكلام من بعدين. الدوز اللي خدتها عملت لها هبوط حاد في الدورة الدموية، ولولا ستر ربنا ما كناش هنلحقها. يعني هتبقى تمام يا دكتور صح؟ مفيش مدمن بيبقى تمام يا باشمهندس، لو يهمك امرها لازم توديها مصحة. اكيد يا دكتور. حضرتك بس تكتب لي على خروج وان شاء الله هطلع من هنا على مصحة على طول. للاسف مش هينفع تخرج دلوقتي، لازم نعمل محضر اثبات حاله الاول. بعد اذنك يا فندم، محضر ده مش هينفع خالص. حضرتك دي بنت وبنت ناس، وانا حضرتك عارف محضر زي ده لو اتعمل مش هتتجوز تاني. انت عارف مجتمعنا وتتعرض لحمله من التنمر، غير زمايلك في الشغل يفضلوا يقولوا الشمامه راحت، الشمامه جت، الشمامه راحت، الشمامه جت. عشان خاطري بلاش موضوع المحضر ده، وانا بوعد حضرتك انا هوديها مصحه وهتخف وهجي لك بيها هنا وهي زي الفل. هو مين حضرتك؟ انا اخوها. طب بعد اذنك البطايق عشان اعمل المحضر. طبعا هجيب البطايق من شنطتها جوه يا فندم. اتفضل. ربنا يطمنا عليك يا قلب اخوك يا حبيبتي. قلب اخوكي؟ يا رب. مالك يا هارلي؟ انت بتحط كرسي ورا الباب ليه؟ في ايه؟ لازم نهرب من هنا دلوقتي. نهرب ليه؟ انت ما دفعتش حساب؟ انا بخيل. ايوه بس البخل ده حاجه وحشه على فكره يا هارلي. مش اوحش من اللي احنا فيه دلوقتي. يلا. طب بقول لك ايه؟ انا معايا فلوس ادفع لو انت مش معايا. جيوبك ما فيهاش فلوس، فيها كوكايين، هنحاسب بالكوكايين. يلا. هنحاسب بالكوكايين. احنا هنعمل ايه؟ هننزل. انتم ايه اللي منزلكم النهار؟ اصل اختي المريضه عندها فوبيا الاسانسير. وليه ما نزلتوش من على السلم زي بقيت خلق الله؟ اخوك عنده فوبيا السلم، معلش. استنى عندك يا اخي. دي المصحه اللي تتعالجي فيها. مصحة؟ تجيبني بيتك تحبسني فيها هارلي؟ تقولي حبس معاك في بيت واحد؟ كنت هتموت يا بنتي لولا كنت معاك على التليفون. ما عنديش استعداد اخسرك. انت اوفر قوي على فكره. ما كنتش هموت ولا حاجه، ما انا كويسه قدامك اهو زي الفل. بقيتي كويسه. ما رحت المستشفى والدكاتره عملت اللازم بقيتي كويسه، غير كده ولا كنت زي الفل ولا نيله. وتفضلي هنا معايا بقى لحد ما تتعالجي وتبقي كويسه بجد. معاك فين؟ معايا في البيت هنا. بيتي؟ هقعد معاك في البيت على اساس ايه؟ انت لا ابويا ولا جوزي ولا حتى خطيبي. على اساس اني صاحبك. برضه مش من حقك تحبسني. انا مش حابسك. بابا اهو. عايزه تمشي اتفضلي امشي، روحي لاصحابك، عيشي حياتك واتبسطي واسهري. شدي لك سطرين، اشربي لك جوانين، وهربي من الحياه اللي مش عايزه تواجهي نفسك بيها. حقيقتي اللي مش عايزه اواجه نفسي بيها. حقيقة انك جبانه، عايزه تعيشي في الوهم، مش عايزه تحسي بالمسؤوليه. اللي بيضرب مخدرات ده شخص جبان، عايز يصنع عالم من الوهم يحس انه بطل فيه. والله لما هتبطلي تعرفي اللي بيحبك من اللي ما بيحبكيش، تعرفي تختاري صحابك، مش صحاب الضرب، دول مش صحاب. وبعدين انت لسه صغيره وزي القمر، عمر لسه قدامك، لا عايزه توصفي عمرك. على فكره انا حاولت ابطل قبل كده، بس ما قدرتش. عشان ما كنتش جنبك. المرة دي والله هتقدري. صاحبتي بطلة. هغير بس واسيب لك الأوضة وانزل. طب وانت هتنام فين؟ هنام تحت. استنيني بس هغير ومش هتشوفيني في الأوضة. طب هنسى استناك تحت. لا استنيني بره هنا. ولو ماضي عينك.
هارلي، بقول لك ايه، انا بقيت كويسه والمفروض ارجع بيتي. كفايه برشاطه عليك بقى. ما هو ده بيتك يا بنتي. بيتي ازاي يعني؟ انت فاكرني مراتك؟ والله فكره حلوه. طب يلا. يلا انت ما صدقت، انا بهزر. وانا بشتغلك. طب انا زهقانه وعايزه اخرج. بسيطه. نخرج. بس انا اكيد مش هخرج بهدومك. سهله فشخ. اخرجي من غير هدومي. هارلي، انا محتاجه اروح بيتي اجيب هدومي. بسيطه. نروح بيتك نجيب هدومك. يلا اطلعي غيري. ماشي، امسك القهوه. ايأس بقى. ايأس. هو التقل صنعه ولا ايه؟ هو اللي خلق هارلي ما خلقش غيره؟ الواد ده هيخليني اعمل حاجه ما بحبش اعملها ابدا. لازم امسكه من ايده اللي بتوجعه. هو الصايع اللي زي ده عنده حاجات توجعه؟ عنده. الوحش اللي ما بيريحش. مارش في تيسي اليمين، قصدي دراع اليمين وخزنة أسراري. هاي مارش. ولع الدنيا يا هارلي. هنلم شوية حاجات كده تاخدهم توديهم على البيت عندي. ده احنا عنينا يا هارلي. عينيك هنا. هي ايه واقفة مع ديك رومي؟ ايه يا مرشدين؟ مين سأل عليا قول لي؟ الجسم الكمثرى ناني مصطفى. لا لا قصدي شغل. مين سأل عليا شغل؟ صافي الحنين للماضي يرجع زمان. ياد شغل يالا. شغل أكل عيش. ما ده عايزه. نور نورة حدائق المعاد. المزاب. بس ده برضه مش شغل يا اكس. ده مش شغل يخرب ده دلع. ايدك يالا. بقول لك ايه، سيبك منه. انا بصراحه بقى حبيتك يا مارش. انا هديك رقم ويديني رقمك كده عشان في كام حاجه محتاجه اعرفهم منك. نعم. 012. حط تليفونك في جيبك. ما عندناش حريم تاخد تليفونات حد ولا حتى لو شغال معايا. يلا ادخل لم حاجتك اتكل على الله. ماشي يا هارلي، انا هتصرف واجيب رقمك واكلمك. هتصرف؟ عشريه زي يا هارلي في ايه؟ الصادق اللي سماك مارش. كل خطوه بمشيها لقدام بترجعها لي 1000 خطوه لورا. تحبني زي ما بحبك يا عم؟ مش هحبك يا عم. طب حرقت على الفاضي؟ ما نفذتش؟ انا لو خلفتك ونسيتك مش هعمل كده. معلش يعني هارلي، نساعد بعض فيها ايه؟ عمري ما لميت شنطه لنفسي. ما فيهاش حاجه يعني، انا مش صعبانه عليك، بقالي اسبوعين بلبس من لبسك. والله لبسي اريح، اوفر سايز مش اللبس الضيق والغريب اللي انت بتلبسيه ده. على فكره ممكن اساعدك. كتر خيرك يا ستي. مش عاجبك لبسي؟ طب لبسي مش هيوحشك؟ لا هيوحشني. بقول لك نسيت التشارجر بتاعي، هجيبه وهحصلك على بره بسرعه. اوكي؟ اوكي. ما تتاخريش عشان هتوحشيني. اوكي. طب مش تقولي لي ان التشارجر ليك انت مش للموبايل؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اتجننت. انت اغلى واعلى من انك ترخصي نفسك وتوطي نفسك عشان الزفت ده. انت مالك؟ هو انت كنت من بيت اهلي؟ مش من بيت اهلك، بس حقك عليا كصاحب. سيب حاجتي. لا احنا مش صحاب يا هارلي، ولا عمرنا هنبقى صحاب. لا انت شبهي ولا انا شبهك. ممكن تطلع بره حياتي؟ فين حياتك؟ عشان خاطري فوقي. مش يبقى في حياة عشان اطلع منها. تعالتيني خلص فترة التعافي وتخفي. على الأقل بسبت لك حياة، ولو عايزاني اخرج منها اخرج. انا مش عيانه عشان اتعالج. بقول لك على حاجه، انا مش هروح معاك، انا هقعد في بيتي. وعمري ما وعدت وما وفتش. والله العظيم يا أسيل ما هتشوفيني في حياتك تاني ولا صدفة. هارلي
تسيبنيش. انت اللي ما تسيبنيش. جبت شنطتي. الله يخليك انا اجيبها لك. طب هدخل اصلح وشي. ولا زي القمر وانت معايا. لا عشان خاطري. هدخل معاك يلا. وانت بقى يا مصطفى عايز تدخل كليه ايه لما تكبر؟ اي حاجه، المهم ما فيهاش حضور. بقى كليه الصياعه والتسول، هي دي العهود اللي بيني وبينك. اللي لكم عندي ان انجح واعدي. انا هشتغل رابر، وغير كده هري وحرق كتير على الفاضي الصراحه. طب انت عارف ان انت عشان تبقى رابر لازم انت اللي تكتب الليركس بتاعتك؟ هعمل كده. يقول لك اعمل كده، سيبك منه ده كل يوم جراي. النهارده هتاكلي احلى اكله ممكن تاكليه في حياتك من اجمد شيف في مصر، الشيف هاشم، اسطوره مصر في الطبخ. ده النهارده يوم القرداحي. النهارده يوم القرداحي. هارلي يعني ايه قرداحي؟ قرداحي اللي هو قرداح ابو جورج قرداحي. ابوك بياكلنا اللحمه في عيد الاضحى بس يا هارلي. ايه يا واد مش عاجبك ولا ايه؟ طول ما انتم محرمين فلوس هارلي عليكم هتفضل قرداحي كده على طول. ايوه لازم نهتم بصحتنا شويه، نريح معدتنا من اللحمه. احنا المفروض نمنعها خالص يا انكل، مش نريح منها. انا زيك فيجن على فكره. ده كرم من ربنا على الواحد سبحانه وتعالى. كله ده انتوا انستونا وشرفتونا. اجمل مرات اب في الدنيا، انا محظوظ بيها. دنيا اموره قوي على فكره، لون شعرك تحفه لذيذ كده، مش شبه اي حد. ده تكدبي. شفت الناس اللي بتفهم في الوان المشات؟ مش انت كمان زي القمر يا قمر. ذوقك حلو يا هارلي زي ابوك. ده رزق الكل. ما بتاكليش ليه؟ انا اكره ما عندي بقى، اللي يقعد على السفره يبقى مكسوف. لا مش مكسوف، انا هاكل. هارلي ايه البتاع الملزقه اللي انت بتاكل منها دي؟ دي اسمها ويكا، دوقيها هتعجبك قوي. على فكره بقى الويكا دي زمان كانوا بيسموها اكله البشوات. البشوات اللي ياكلوا البتاع دي يبقوا ولاد هرمه. والله ما حد ابن هرمه غيرك. يعني انا في الاخر اللي طلعت هرمه؟ والله انا اللي ابن هرمه، انا جبتها العزومه دي. هارلي يعني ايه هرمه؟ دي زي الويكا بالظبط، في منها هرمه مفرومه وهرمه بالبشاميل. شوح لنا حته هرمه مفرومه. ضحك اهو الحمد لله. الو الحقني يا هارلي. انا ما سالتش ليه الطريقه اللي خدتونا بيها، ما سالتش انتوا مين، ما سالتش ليه مجوعنا ما طفحتوناش حاجه لغايه دلوقتي. سؤال واحد بس اللي عايز اعرفه، احنا مخطوفين هنا ليه؟ بلاش مخطوفين ليه؟ انت خليتني اسيب ابني ليه؟ حرام عليك، ده عيل صغير ما ينفعش يقعد لوحده. ابنك مش صغير، وبعدين ما انا كنت قده في يوم من الايام وكنت عايش لوحدي، لا اب ولا ام، وادينا هو زي الفل. هو انت جاي تطلع علينا اللي عملته فيك الايام؟ انا عايزه ابني. ما ترد علينا يا عم، هلتنا سكات، احنا مخطوفين ليه؟ عشان ابنك هارلي قال ايه؟ مش عايز يبقى حرامي، وده زعل البوس بتاعنا جدا، لان البوس عايزه يبقى حرامي وحرامي قوي كمان. لو ابنك بقى رجع عن اللي في دماغه والله همشيكوا من هنا. ابنك بقى ركب دماغه وعاند، همشيكوا من هنا برضه، بس مش على بيتكوا، لا على اخرتكم. والله يا ابني مش فارقه معانا اخرتنا، المهم انا اتاكدت ان ابني عاش بالحلال. شفت يا دنيا؟ شفت كنت ظالم هارلي ازاي؟ ايوه كنتش مصدقه لما انا سبت الشمال. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وانت ايه اللي مزعلك ان هارلي عايز يعيش في الحلال؟ انا مفيش حاجه مزعلاني، وابنك ده ما يفرقش معايا اساسا. تعال ننزل له يعني. وانت تعرف هارلي؟ يعني ايه يعرف هارلي؟ اللي يعرف ابني يعرف ان كلمه يتذل وهارلي ما يستووش في حله واحده. ابني ما بيتذلش يا ابني، وانا مش فارقه معايا القعده هنا خالص. عارف ليه؟ عشان انا عارف ابني مش هيسيبني. طب وابننا هاشم؟ تقلقيش يا دنيا، اخوك كبير هيتصرف.
طب واليوتيوب وارباحه والفانز اللي مستنيين الحلقه بتاعت النهارده؟ يا ست بلاش الكاسيه. حلوه حلوه حلوه. انت عامل نفسك بقى ان انت صايع بقى وكده، ها؟ ومش خايف مني صح؟ اخاف ليه يا ابني ورب العباد موجود؟ عشان انا عايزك تخاف. يا ابن الكلب، يا ابن الكلب، جاك ضربه في قلبك. الله يسامحك. الله يسامحك. خلي بالك بتضرب بالقلم ده ليه ابن اسمه محمد هارلي. سيبه. ابويا فين؟ لو الست الغلبانه اللي معاه دي ملهاش حد يسال عليها. بقول لك ابويا فين؟ ما تخافش، في الحفظ والصون. ايه اللي دخل ابويا في الجيم بتاعنا؟ اهو كده تعجبني الجيم بتاعنا. نخلص العمليه ونشيل من على بابا الاقامه الجبريه. اخر عمليه يا ياسين. كان لزومه ايه بس تضطرني للخطف وقله الاصل؟ اديك فورت دمك وانا عاوزك رايق. حبيبي يا هارلي، نخلص العمليه وتشوف بابا. امتى ميعادها؟ دلوقتي. ابويا راح ولا تبعت حد يوصل؟ والله انا مكسوف منك قوي يا هارلي. الوالد هيفضل معاه شويه هو والست بتاعته في عمليه صغيره بس كده. طب تغدر تاني يا ياسين؟ انت ليه بتسميها غدر؟ ليه كده يا هارلي؟ انا بزنس مان قدامي فرصه ما استغلهاش يعني. وبعدين يا سيدي ده انا ما صدقت لقيت لك دراعي تلوي. وانا قد اللي هقطع لك دراعك دلوقتي. طبعا تقدر قدها وقدود كمان، بس انت مش هتعملها معايا عشان انت حبيبي. اقعد يا هارلي، هدي اعصابك، اقعد. هي العمليه دي بس وهتاخد ابوك على طول. هو انتوا متجوزين؟ لا احنا مش متجوزين. طب هو انت بتحبيه؟ انت تعرف يعني ايه حب اصلا؟ ايوه اعرف. يا سلام. خلصتي بقى بتحبيه ولا لا؟ اخلص بقى؟ بصراحه بحب. مش انت بتحب؟ انا بحب. انا كمان بحبه زي ما انت بتحب. هو يعني بصراحه يتحب. هو بات حليوه يعني. هو حلوه بس هو ساعات بيعصب، يعني ساعات بحس كده ان انا عايزه اشده من شعره. بس انا متاكده ان هو كان بيحبني، بس هو بيسيع ويتقل عليا. هو عايزني انا اللي اروح اقول له الاول انا بحبه، بس بقى بعينه. خلاص اتقلي وسيع عليه. انت صح، انا هتقل وسيع عليه. كفايه اسئله يا مفيد فوزي العيله. اتاخرت كده ليه؟ عرفت مكان ماما وبابا فين؟ عرفت، كانوا في مشوار وروحوا على طول. بس انا قلت لهم ان انا عايزك تقعد معايا يومين. ولا زهقت مني؟ لا ما اقدرش. هارلي بقول لك كنت فين واتاخرت كده ليه؟ وايه اللي كنت فين؟ انت فاكره نفسك مراتي؟ وانت طول اصلا ابقى مراتك. تصدق ان انا غلطانه ان انا سمعت كلامك؟ على فكره كلمت بابي وعزمنا على العشاء. كويس. كويس؟ ده انا قلت هتقوم ترقص من الفرحه. ارقص؟ مش انت اللي قايل لي اكلمه؟ هارلي هو انت فاكرني بدبسك؟
على فكره لا خالص، لو مش عايز تقابله ما تقابلوش، انا اصلا مش فارق معايا. ما تسألش، انت عارفه اصلا ان انا عايز اقابله. انت اللي بتصيع على فكره. هارلي هو انت بتحبني ولا لا؟ بحبك. باباكي ما لقاش في مصر كلها غير المكان ده. هو انت جيت هنا قبل كده؟ مرتين ثلاثه مع حد ما بطيقش اللي خلفوه. لا المره دي بقى هتتبسط. وبعدين بابي لذيذ قوي على فكره، انا متاكده ان انت هتحبه وهو هيحبك. كده احبه مش باباكي. المره دي انا جيت في ميعادي مظبوط، انت اللي جيت بدري. انا جيت بدري عشان اطلب الاكل اللي انت بتحبيه. بابي اعرفك على اجدع واحد قابلته في حياتي. اجدع مني؟ يا حبيبي انت مفيش حد زيك. هارلي. مهندس محمد هاشم. مهندس محمد؟ امال ايه هارلي دي؟ لا ده نيك نيم. اقعدوا اقعدوا. مش مهندس محمد تحب تاكل ايه؟ بس يلا عارف. زينا؟ ده ايه اللي حضرتك بتشربه انكل جين؟ لا ده فودكا. تشيرز. هو انا ينفع اطلب واين مع الاكل؟ كل ده عشان خاطر. طبعا اذنكم هروح الحمام. جميل قوي باباكي. شفت ولسه ما تعرفوا اكتر. روح الحمام. اوكي. له دراع بنت زي ما بالو دراعك بابوك. على فكره هي مش كده خالص، بس طالما انت شايفها كده اعتبرها كده. دي بنت ياسين حداد. والراجل الطيب اللي عندك يبقى ابويا. بسببه جيت الدنيا وعشانه هدها. بنت خط احمر. وابويا مليون خط احمر. والله عشان انا جوعت والاكل زاد ونازل. بنتك مش متعوده تاكل من غيري. يلا يا ياسين. يلا يا ياسين عندنا عمليه، وبعدين ايدك تقيله ظهري وجعني على فكره. فاكره لما الظهر اتكسر؟ شوف كده الجاكيت اتقطع. فيها يا ياسين بتبص لي كده ليه؟ اتفضل عندي. شكرا. باباك يا عسل، انا عرفت انت جايب خفه الدم دي منين. مش قلت لك؟ بابي ده ألذ واحد هتقابله في حياتك. طبعا. انا انكل شغال في الميكانيكا، مهندس ميكانيكا. برافو. في الموتوسيكلات. يعني انت بتاع موتوسيكلات؟ ركيب موتوسيكلات. يعشق الركوب انا. يلا بينا. يلا. احنا هنمشي بقى بابي اوكي؟ لا على فين؟ هروح بيتي. لا حبيبة بابي هتيجي معانا النهارده عشان عاوزها في موضوع مهم. لا تمشي تروحي فين؟ هروح بيتي. يا حبيبتي احنا بقالنا مده ما قعدناش مع بعض. يعني اكلمك في التليفون ما ترديش. اروح لك تعملي مش موجوده وتتهربي مني. بابي اللي كنت بتهرب منك عشانه انا خلاص بطلته. مش هرجع له تاني. وعلى فكره بقى اللي خلاني ابطل هارلي. لطيف هارلي ده جدا. بجد انا حسيتك ما حبيتوش. بالعكس. قول عادي ما تتكسفش لو ما حبيتوش يعني، لان انا كده كده بحبه. طب يلا قولي لبابي بقى عرفتيه ازاي؟ لا ده موضوع طويل قوي، انا همشي دلوقتي واجي بعدين احكي لك كل حاجه. ما انا قلت مفيش مشي.
انا اكبر غلطه عملتها معاكي اني سبتك تعيشي لوحدك. وبعدين بصراحه يا حبيبي بقى انا مش مصدق حكايه انك بطلتي دي. لانك قلت لي قبل كده 100 مره انك بطلتي وما حصلش. فانت هتفضلي قاعده معايا هنا في البيت. وبعدين لو سمحتي التليفون ده هيفضل معايا وهيتقفل. عارفه ليه؟ عشان ما تطلبيش الحاجات اللي انت بتطلبيها من ورايا. بابي بيحبك بيخاف عليكي. يلا قولي لي بقى، عرفتي هارلي ازاي؟ من وسط ملايين المصريين ابوه يطلع ياسين. ايه اللي في ايدك ده يا مصطفى؟ جبته منين؟ انا جبته من الدولاب، ما اعرفش انه حقيقي والله. قايل لك 100 مره ما تلعبش في اللي مالكش فيه. الاسلحه دي مش موجوده في فورتنايت، انت بتعمل بيهم ايه؟ بلعب بيهم في فورتنايت، ويلا جود نايت عشان مخنوق عايز اقعد لوحدي بعد اذنك. مش قلت لك الحب بهدله؟ بهدله فعلا. هم هيبقوا خارجين هنا من السفاره والحته معاهم، بس بعد ما يبعتوا حد من رجالتهم يتاكد ان الفلوس معايا في مكان التسليم. الفلوس هتبقى معاك فعلا؟ هتبقى معايا، بس الحته بتاعتهم هي اللي مش هتبقى معاهم عشان انت اللي هتجيبها لي. وصلت. بقولك ايه، ما تديني تليفونك كده اعمل مكالمه. ما اقدرش، البص منبه علينا ما اديش التليفون لحضرتك. انا بكرهك على فكره. النهارده خرجت انا وحبيبه قلبي اسيل عشان عيد ميلادها. اسيل بقى عندها 3 سنين، العمر كله يا رب. انا ما بقتش قادره استحمل ياسين، اكتر واحد بكرهه في حياتي. كل يوم ضرب واهانه، وانا مش قادره اعمل حاجه. انا متكتفه عشان ما يرمينيش انا واسيل في الشارع. بس مش هو اللي غلطان، أنا اللي غلطانة. أنا إيه اللي خلاني أكتب له كل حاجة وأديله كل فلوسي اللي ورثتها من أبو أسيل؟ إزاي أقنعني؟ إزاي قدر يضحك عليا؟ إزاي؟ ايه يا حبيبه بابي قاعده هنا ايه؟ مامي وحشتك؟ ايه يا حبيبتي مالك؟ امك دي كانت مجنونه وطول الوقت بتكذب. في حد بيكتب وهو بيكتب الدايريز بتاعته؟ حد بيكذب وهو بيكلم نفسه؟ كانت بتكذب وهي بتكلم نفسها. انا عايزه امشي. تمشي تروحي فين؟ مفيش ماشي من البيت ده. يعني ما فيش ماشي؟ هتحبسني؟ هحبسك لغايه لما تفوقي. مرتضى امرك يا بص. وصل اسيل لاوضتها وما تخرجش منها. انا هروح بيتي. بعد اذنك. اوعى سيب ايدي. يلا سيب ايدي بقول لك. يلا سيب ايدي بقول لك. يلا يلا بقول لك. انت سيب ايدي. سيب ايدي. بقول لك بس اوعي. تعوزني في ايه؟ العمليه اللي فاتت قلت لي
سلمنا ابويا بعدها. طلعت كداب. بس المرة دي عارف انك مش هتكدب عليا. مش عايز منك اي حاجة بعد العملية التانية والأخيرة. حاجة واحدة بس بعد ابويا. بس انا اتفاق معاك ان العمليه قصاد اهلك. بنتي دخلها ايه؟ ولا انت عاوزني افضحك قدامها؟ تفضحني تقول لها ايه؟ لا هارلي الحرامي الصغير وابوك الحرامي الكبير. اخر حاجه تخيلها ان انا وانت ممكن نبقى نسايب. قدر وقدرك اني بحبها. عارف أسيل دي بعد ابوها ما مات انا اتجوزت امها. بس كان عندي مشكله. ابوها الله يرحمه كان مدلعها قوي. كنت بدلعها عشان خاطر امها. بس كانت يا هارلي تطلب مني الحاجه تلففني البلد كلها اجيبها لها، بعد يومين الاقيها مرميه في الجنينه. عايزه عربيه يا بابي. وبعد اسبوع مش عجباني العربيه. طب فاكر الموتوسيكل اللي انا قلت لك هاتهولي؟ كان عشانها. ما ركبتوش لغايه دلوقتي. انت برضه ما مش ابويا يا سيدي. شوف انت قاعد متشحتف قدامي ازاي وهي فوق ولا على بالها. خلي بالك من شغلك يا هارلي. نام كويس واشرب لبن. أسيل بتنسى بسرعة. هارلي ما بيتنسيش. لو بيتنسي كان جوز امها نسيني من زمان. وحشتني قوي على فكرة. وانت كمان. انا كنت متأكدة ان انت هتتصرف وتوصل. هارلي ابويا حبسني واخد تليفوني، والنهارده اكتشفت انه كان بيعذب امي وسارق كل فلوسها. ما عذبش امك لوحدها ولا سرقها لوحدها. كان ما تقوليش ابويا. ابوك الله يرحمه مات. يبقى ياخدك من هنا. استنى، في جاردز واقفين على الباب بره. احنا بتوع برضه. هارلي ما يسيبش مراته تعيش في بيت راجل غريب. يا جوز ام مراتي. ودي يا هارلي. عامل حسابك انك هتبات معايا النهارده ها؟ أسيل ومصطفى والارنب هيباتوا معاهم. ملكة جمال المعادي. ازاي حضرتك يا طنط؟ معلش ماما بس ودانها مريحاها شويه. يعني ايه ودانها مريحه؟ ماما طرشه. سوري والله ما كنتش اعرف. حبة بورس و10 خرز، ايه اللي تحبيني ده؟ ايه ده انت مش قلت لي لا طرشه؟ طرشه مش خرصه. خطيبتك ايه دي اللي هتيجي تقعد عندنا كام يوم يا حبيبي؟ فاكر لما كنت مسافره وجيت لقيت معاك واحده وقلت لي برضه خطيبتي؟ انا ما باكلش من الكلام ده. انت فاكرها ايه؟ مكنه؟ روقة عسلية. هو انت قلت لها ايه؟ حلفتها بجوزها الله يرحمه.
تلاقيش كده وافقت خلاص، ولا انا اسيبكم اتكل على الله. استنى هنا، انت هتسيبني قاعده هنا لوحدي؟ مش مشوار مهم، خلص وارجع لك على طول. نص ساعة وتبعت لي صورتك على الواتساب وانت في الورشة نايم هناك. بشيتنا مفيش بيت هنا. اسمك ايه؟ أسيل. مش قلت لك طرش؟ قالولك طرش. هو انت اسمك ايه؟ هارلي خلاص ما بقاش يلزمني. تقصد ايه؟ اقصد فرصتك بقى، اعمل فيه اللي انت عاوزه، بس خلي بالك هو اسرع منك. ها؟ متقلقش يا بص. أول ما رجل هارلي تلمس الأرض عايزكوا تصفوه. وصل. هارلي غدر يا بص، أنا في طريقي ليك.
اطلع. على فين؟ على ابويا. اطلع. هو ده المكان؟ اتكلم بس يا هارلي. خلص اللي احنا جايين عشانه وبعمل لك باربيكيو اروح عندي ونتكلم براحتنا. نزل السلاح، نزل السلاح، نزل السلاح يا حبيبي. اهو اهو هارلي مش عايزك تشتم، افهمك على كل حاجه. الحقنا يا هارلي، احنا اتبهدلنا. الواد اخوك فين؟ وصلت له؟ تلاقيش عليه، سايبه مع اسيل. الحمد لله. سامحني يا حاج على كل اللي حصل لي بالسبب. انا اللي عايزك تسامحني يا ابني عشان ما كنتش مصدقك. الحمد لله. هارلي ابعد المسدس ده عنك. يلا هارلي، الكلب ده مقبل علم على وشه. خد حقك يا حاج منه. لا يا ابني، حقي بس يعرف ان الكلام اللي انا قلته كان صح. فاكر لما قلت لك ان هارلي وهيتذل ما يستووش في حله واحده. هو قال اتذل؟ قال اتذل. بس كمل يا حاج. فاكر الكلام اللي قلته لك ولا ناسي؟ فاكر ولا ناسي؟ فاكر ولا ناسي؟ يقول له ولا فكرك؟ هو قال لك هارلي قال هيتذل. بس خلاص انا استكفيت، انا استكفيت. بس بقى. خلاص يا بابا. تحب سرعتها يا ياسين؟ انا هدوقها لك. علي 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 علي. مش مين
Mm.